بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ متحف سماحة شيخ الفقهاء والمجتهدين المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ الميرزا جواد التبريزي قدس سره للجواد المرجع الفذ الزهى، متحف أبهج أرباب النهى إذ حوى المحفوظ من آثاره وهي تزدان بأبراج البهى أي البهاء. مذ إلى الشيخ أضيف اكتسب المجد والعلياء قد ملكها، بوركت من جعفر مأثرة في سجل الفضل قد خلدها، بر فيها والدا للعلم كم شاد صرحا سمكه جاز السهى أي التجاوز، جاز السهى ودعا الناس إلى نهج الهدى وعن الإسلام رد الشبهة ودعا الناس إلى نهج الهدى وعن الإسلام رد الشبهة. ولكم أنشأ مشروعا غدا موضع الإكبار عند النبهة، ولكم أنشأ مشروعا غدا موضع الإكبار عند النبهة، مثلما أسس دورا للشفاء أعين الأبرار قد قرت بها، مثلما أسس دورا للشفاء أعين الأبرار قد قرت بها، فلذا متحفه اليوم أتى يشرح الصدر ويجلو العمها، متحف ثغر الهدى أرخ دعا أسسوه باسم شيخ الفقهاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم سيدنا. المأثرة والمأثرة بفتح الثاء وضمها، لذا ضربتها على الوجهين. أحسنتم. والسلام